اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل أكلة اقتصادية كده وموفرة وعلى قد الإيد. يعني مش علشان نعمل ملوخية لازم يكون عندي لحمة أو فراخ، ما عنديش لحمة أو فراخ. طيب عايزة أعمل شوية ملوخية، هعملها بكل سهولة وبساطة وهنشوف مع بعض دلوقتي. يعني هنمشي الدنيا على أي حال موجود. فهنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنا هحط معلقة سمنة، هعمل شوية رز بشعرية، وهنعمل كمان شوية ملوخية برضو من غير مرقة لحمة او مرقة فراخ. يعني ولا عندي شوربة لحمة ولا عندي شوربة فراخ. فهنعملهم كده بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة ومش مكلفة خالص. يعني لازم نمشي الدنيا على اي حاجة موجودة معانا والدنيا تمشي يعني على حسب الموجود. يعني فمش لازم نوقف نفسنا على حاجة. انا هنا طبعا بحمر الشعريه، كلنا عارفين طبعا الرز بالشعريه وشاطرين وبنعمل كل حاجه. انا هنا بقى حطيت شويه ميه كده في حله صغيره علشان تغلي. دي اللي انا هعمل فيها الملوخيه، الحله دي اللي انا هعمل فيها الملوخيه. قلت اولع كده على الميه تغلي على بال ما ايه ما الرز يجهز معايا وانا بحمر كده الشعريه. يعني الست الشاطره كده تشغل البوتاجاز بتاعها على اكتر من عين وتحط هنا حاجه وهنا حاجه وتخلص نفسها بسرعه. يعني انا في يمكن تلت ساعه كنت مقفله الاكل كله، مفيش وقت، يعني ما خدتش وقت. وهنا الشعريه اتحمرت اهي وخدت اللون بتاعنا الجميل. هنزل بالرز وهشوحه بقى كده كويس مع السمنه. انا بحط سمنه وزيت، يعني انا كنت حطيت زيت بعد معلقه السمنه. هحط له شويه ملح، معلقه ملح كده كبيره. الملح ده بقى دي حاجه بتاعتك انتي اللي تظبطي ملحك طبعا. وبرضه اشوحه كده شويه مع الملح. انا بحب اشوح الرز شويه يا جماعه، يعني مش بحب احط الميه على طول. لما بيكون كده بيبقى مفلفل وبيبقى حلو. ورشه فلفل اسود. في ناس بتحط ملح مبهر، يعني ملح مع كمون مع لكن انا بحط بس فلفل اسود وملح ابيض. واحط له بقى الميه بتاعته. بس وهظبط بقى معيار الميه بتاعه. خلاص على كده. انا بحب اعمل الرز في الاول واخليه بقى براحته على النار واعمل بقى باقي الحاجه اللي هعملها. هنقله بقى الناحيه التانية كده. وجبت هنا الميه اللي بتغلي، هحط فيها مرقتين دجاج، 2 مكعب مرق الدجاج. دي بقى شوربه الملوخيه اللي احنا هنعملها عشان نعمل فيها الملوخيه. عشان زي ما قلت لكم انا ولا عندي شوربه فراخ ولا شوربه لحمه. وهنزل بفصين توم كده مهروسين. يعني احنا كده يعني زي اللي بنعمل لها شوربه. والله بتبقى طعمها جميل جدا وما تفرقهاش عن اللي معموله بشوربه لحمه او فراخ. انا احيانا بعملها كده على طول، يعني هي وشويه رز من غير اي حاجه خالص. بتبقى طعمها زي السكر. وبمناسبه السكر انا بحط لها رشه سكر صغيره برضو، هتشوفوا دلوقتي. حطيت حبه فلفل اسود وحبه كزبره. واجيب لها رشه سكر واحط لها كده رشه سكر صغيره، يعني
زي ربع معلقة سكر صغننة اهي، رشة صغيرة بتدي للملوخية تسكيرة كده، بتبقى طعمها حلو قوي. وطبعا انا الملوخية اللي معايا مش فريش، دي ملوخية مجمدة، هنزل بكيس ملوخية. طبعا انا دلوقتي مهديه النار خالص، وهخليها بقى ايه تفك كده براحتها مع البخار. وهنا بقى جبت كده صينية، كان عندي بقى قد نص كيلو بانيه كده في التلاجة متبلاه من امبارح. يعني هو كان بانيه اصلا واكلنا منه محمر مع مكرونة، وده اتبقى فما فيش مكرونة، فانا عايزة استغل الفراخ دي واعمل حاجة جنبها، فقلت هعمل جنبها رز وملوخية. بس هشوحه كده واعمله زي المشوي، هحط له بس فلفل اسود، رشه فلفل اسود، لكن هو متبل وفيه كل التتبيله طبعا بتاعته، بس انا حبيت ازود له حبه فلفل اسود. هنشوحه وهعمل له فحمه زي الفراخ المشويه بالظبط، وهناكله كده مع رز وملوخيه، بيبقى طعمه حلو قوي. خلي بقى ما عنديش مثلا البانيه ده، خلاص انا ممكن اكتفي بالرز والملوخيه بنفس الطريقه اللي انا عملتها، وبتكون برضو اكله حلوه للعيال، لان العيال كلها بتحب الملوخيه. فاحيانا كتير بيكون مش عندي حاجه اعملها عليها، بعملها كده بنفس طريقة بالماجي، وبعمل لها الشوربة بتاعتها وبعملها ومعاها شوية رز، والحمد لله على كده يعني. وبتتقضى بتبقى حلوة بصراحة، مش شرط يعني كل ما ناكل هناكل لحمة او فراخ. يعني انا لو ما كانش عندي الصدور دي موجودة، انا كان ممكن اكتفي اعملها كده بس انا حبيت اعملها معاهم طب بما انها موجودة يعني. انا الملوخية طبعا احنا عارفين ان هي مش بتاخد وقت. حطيت هنا حتة فحمة ورشة زيت، وهكتمها بقى كويس عشان البخار ده تاخد من طعم الشوي كده، وهسد الخرم ده، مش عايزة البخار يطلع خالص. حطيت كده المساكة بتاعت الحلل. وهنا الملوخية طبعا زي ما انتوا شايفين، يعني شوفوا هي مش فريش بس والله خضرة وجميلة. وانا احيانا بحط لها سنة كربوناتو، بس انا ما عنديش بصراحة فما حطيتش. فانا ما خليتهاش تغلي كتير على النار، عشان احنا عارفين طبعا الملوخية بتكون مش بتستحمل، ولو اتعملت كتير على النار بتصفر مننا. فهي كده خلاص هعمل لها الطشة بتاعتها. هجيب معلقة سمنة، انا بحب احط لها معلقة سمنة كبيرة، بحب السمنة تبقى باينة قوي فيها، وبحب احط كمان توم كتير. انا نقلتها على العين العالية عشان العين دي مش هتحمر معايا التوم بسرعة. وسمكها جميل وطعمها تحفة تحفة. وهتعملي غدوة بأبسط التكاليف، ومش هتبقى مكلفة خالص. حتى لو عايزة تشتري نص كيلو البانيه برضو مش هيكلفك. وتعملي شوية ملوخية شوية رز، ممكن صينية بطاطس بدل الملوخية برضو. مش هتحتاج معاكي سلق فراخ أو لحمة، كله برضو ني في ني ومع مكعبين المرقة والتوابل. هتبقى حاجة جميلة برضو، بسيطة وسهلة وسريعة. بنسهل على نفسنا كده وهنحاول نقلل شوية من المصاريف يعني بتكون زيادة شوية، فالإنسان لازم يحاول يقضيها يوم كده ويوم كده، وبتمشي الحمد لله. فهنا بقى التوم عندي بقى لونه كده جميل وذهبي. انا حطيت طبعا معلقة كزبرة حلوة، ولازم اخد الحبة اللي في الطاسة دول، ما اقدرش اسيبهم. وزي ما انتوا شايفين كده التوم على الوش، انا بحب اخليه كده على الوش، احب اشوفه كده على وش الملوخية. جربوها بالطريقة دي، لو شوربة هتبقى حلوة معاكي قوي.